انا كنت قاعد مكانك كده فاتح تويتر، بصيت لقيت اخويا جه قال لي الحق ده محاصرين الشيعة وهيقتلوهم وكده، فجريت خدت الموتوسيكل بتاعي وطرت. رحت لقيت حوالي عدد 1500 بني ادم، ما كانش لسه هم كانوا محاصرينهم بس لسه ما فيش نقطة دم حصلت. ستات واقفة بتحرض، ناس كبار واقفة مش عايزين يخلصوا الموضوع، شرطة مش راضية تقتحم المكان أو تأمن الناس دي أو وحي الناس دي. من 3 أسابيع بدأت خطب في الجوامع. أنا بصلي في الجامع ده اللي جنبي، الشيخ ماهر البشتيلي ده خطب. خطبته أنا فسرتها تحريضية، ما أعرفش النيابة ممكن تفسرها إيه، أو واحد بيقول إن الشيعة متشرذمين، إن كذا دول بيسبوا الصحابة. بعد اللي حصل ده بساعتين، ده الكلام ده من 3 أسابيع، بصيت لقيت مظاهرة للجماعة الدعوة السلفية ماشية في الشارع، صورتها برضه. صورها اهي ماشية بتقول اللي بيسب الصحابة كافر واللي احنا واقفين عادي. ده الكلام ده من 3 أسابيع بالظبط. هو ده الفيديو. مشوا في مسيرة في البلد وقالوا ما يسب الصحابة كافر، واللي بيعمل كذا واللي بيعمل كذا كافر، والناس دي كفار ولازم يتم اقصائهم ولازم يحصل لهم حد. النهارده اجتمع، بصيت لقيت ان في حسن شحاتة اللي هو يعتبر الامام بتاعهم، مجتمعين في بيت مش عارف كام واحد، ما اعرفش العدد لان ما دخلتش جوه، والناس محاصراهم ولازم يتقتلوا. وبالمناسبه الناس الامن المركزي كان متواجد قبل نقطه دم ما تحصل. حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم، اقسم بالله انتوا مالكم بدينهم؟ لسه فاكرين تدخلوا دلوقتي؟ لا مش هسكت. اتكلمت مع اللي هو مدير الامن، صورته اهي. اتكلمت معاه قلت له لو سمحت انت معاك 3 عربيات امن مركزي؟ قال لي الاهالي ومتجمعه. قلت له حضرتك معاك غاز مسيل للدموع، معاك عصيان، معاك دروع، تقدر حضرتك تدخل، معاك 300 عسكري تقدر تفض الاشتباك ده. ولا تحاربوا ازاي مع الرصين؟ ما تجريش يالا. ايه اللي حصل؟ قتلوا الناس صح؟ يا عم بيضربونا. في واحد اسمه الاستاذ عواد، ده مسؤول الاخوان المسلمين هنا. قلت له يا استاذ عواد لو سمحت، في دلوقتي الشارع في جماعه اخوان مسلمين، شباب الاخوان موجودين. بصيت لقيت عملوا مولوتوف، الناس الاهالي عملت مولوتوف وراحت طالعه ترمي في البيت، بتولع في البيت، وناس جابت مرزبات ومن فوق السقف بتاع البيت عايزه تكسر البيت عليهم. بداوا يخلعوا في الباب الحديد، لا انزلوا، لا مش هننزل، طلعوا حسن شحاته، الناس تقول لا مش هنطلعه لو على رقبتنا، والكلام ده كله. حسن شحاتة ورا ميت. حسن شحاتة على فكرة مش عايش. حسن شحاتة ميت. هو لسه حسن شحاتة ميت. بدأت بعض جماعات بعينها تتبادل التهاني، كارثة، تتبادل التهاني، ألف مبروك كده، ويضحكوا ويبتسموا، الحمد لله ربنا خلصنا منهم. الشرطة ما اتدخلتش نهائي، حتى الجثث اتقتلت والأهالي هي اللي طلعت الجثث جر وسحل للشرطة، ما دخلتش أصلا. حرام. حطيتهم في العربيات دي ووديتهم مستشفى الحومديه. كنت بعمل مداخله مع الاستاذ جابر القرموطي ومدير امن الجيزه، بقول لا، وقاعد ينفي يا جماعه ما فيش حد مات يا عم، انا شايفهم ناس بتغرز المواسير في بطنهم وفي دماغهم. الناس اللي اتقتلت دي من المنطقه، لهم عيله، طبيعي ان الناس دي هتتحرك، ده اللي انا خايف منه. منظر كان بشع، ريحه الدم مش عايزه تخرج من مناخيري.